جوله اترزع فيها 12 جول في ماتشين، والفرق الكوت الصغيره بتكسب الفرق الكبيره. لا 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 لا، ده مش الدوري اللي في بالك، ده الايجيبشن ليج. وفي اولى سهرات الدوري الرمضانيه وفي اجواء جماهيريه مشوقه جدا، الاهلي كان عازب البنك المركزي على الفطار في استاد القاهره في الجوله ال15 من الدوري العام المصري. بدا المدير الفني للنادي الاهلي بتشجيع مفاجئ بالنسبه لجماهير المارد الاحمر، اللي فيه 7 تغييرات عن ماتش الزمالك الاخير اللي بالمناسبه مرضيه كده يابا. ونزل مارسيل كولر بخطه 4-1-4-1، شوبير في حراسه المرمى، وفي الدفاع رامي ربيعه وعمر كمال عبد الواحد، وعلى اليمين اكرم توفيق وعلي معلول على الشمال، وفي نص الملعب مروان عطيه وقفشه وامام عاشور، وعلى اليمين كريم فؤاد، والناحيه الثانيه رضا سليم، وفي الهجوم الاسطوره موديتس. 7 تغييرات في مباراه واحده كتير والله يا جدي، بس مفيش حاجه تكتر عليك الصراحه. ونزل محافظ البنك الاهلي الكابتن طارق مصطفى بخطه 3-4-3، في حراسه الخزنه ابو جبل، وفي خط الدفاع ايمن اشرف والجزار ومحمد عبد الغني، ورباعي في وسط الملعب بسيوني ويعقوبو، وجنبهم ملوك السوق السوداء محمد فتحي وسعيد صنبوري، وثلاثي خط المال والاعمال هلال وبامبو وياوى النور. والبنك نزل المباراه وناوي يحط حد لازماته الاقتصاديه في جدول الترتيب، وبصافره الحكم محمود البنا تنطلق المباراه. ولسه بنقول يا هادي نلاقي ايمن الكاشف كان واقف على مدفع رمضان. مدفع الاهداف اضرب، وموتيتس بيجيب الجون الاول في الدقيقه الرابعه من بدايه المباراه، وقلنا شكلها كده حفله من حفلات الاهلي المعتاده. وفي الدقيقه السابعه في تفويته غريبه من عمر كمال عبد الواحد لياوى النور، بيسجل صديق الامس ومنافس اليوم كريم بامبو هدف التعادل. انا مش عارف هو ياوى النور قال ايه لعمر كمال عبد الواحد ساعتها. وباسيست من الاسيستات اللي بنحبها اللي بتفكرنا بحاجات زمان. ومحمد عبد الغني بيريح الكوره لرضا سليم علشان يسجل هدف التقدم للاهلي لتصبح النتيجه 2-1. وقلنا دي شكلها السهره النهارده ضحك ولعب وجد وحب، بعد ما الزمالك خرج الشوط الاول متاخر 1-0 من المصيف بتاعه في الجونه. واحد هيقول لي هو بيعمل ايه هناك؟ يا عم كان بيريح اعصابه بسبب اللي حصل في السعوديه. ويخرج الاهلي في الشوط الاول متقدم 2-1. وفي الشوط الثاني في الدقيقه 63 قدر البنك يعمل ايداع في خزنه الاهلي عن طريق اللاعب محمد هلال، ويتعادل البنك الاهلي مع الاهلي 2-2. وعلى الناحيه الثانيه اتعادل الزمالك، لا وكمان اتقدم على الجونه، وبقت النتيجه 2-1 لصالح الزمالك. وقلنا خلاص الحفله باظت، هو في حد بيفوت لحد يا ولا؟ وبكره القفشه ضرب بيها خط دفاع البنك الاهلي لانه كان متعوم ساعتها. قدر حسين الشحات يتقدم بهدف التقدم لتصبح النتيجه 3-2 لصالح الاهلي. وعلى الناحيه الثانيه الجونه بتعمل ريمونتادا على الزمالك وبتسجل الثاني والثالث، لكن القدر ساعتها كان له راي اخر. وعلى راي المثل الثعلب فات ما تعرفش من امتى يا حاج؟ من يوم الجمعه ليوم الثلاث. والبنك ياخد قرار برفع الفايده 2% بكره رايحه جايه من الركنيه في الدقيقه 85 علشان سعيد صنبوري يسجل التعادل، وربيعه يقول علشان بابا انا مش هتكلم. وفي الدقيقه 94 يسجل ياوى النور هدف الفوز للبنك الاهلي، وينتهي اللقاءين بهزيمه الاهلي والزمالك علشان في الاخر نطلع حبايب. ولا تعايرني وعايرك، ده الهم طايرني وطايله. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. علشان الزمالك يتصدر جدول منطقه الخطر ب 15 نقطه من 11 مباراه، والاهلي في المنطقه الدافئه في المركز العاشر ب 17 نقطه من 8 مباريات، علشان كل الانظار دلوقتي تروح لمعسكر حسام حسن الايام الجايه. وبس كده، دمتم في امان الله، سلام.